برضه من الحالات اللي جات لي النهاردة في الشغل، شاب عنده 30 سنة كان جاي يكشف على ابنه عنده 5 سنين، كان سخن شوية كده وهو كان جاي يكشف على ابنه. فبعد ما كشفت على ابنه وخلصت وكتبت له العلاج، لقيته بيقول لي يا دكتور أنا أوقات بيجيلي حرقان عند فم المعدة هنا كده، والحرقان ده بيزيد لما آكل أكل مسبك مثلا، أو آكل طعمية، أو آكل مثلا أكل فيه زيوت وكده. تمام. طبعا تشخيص الحالة على طول جاسترايتس، دي التهابات عند جدار المعدة أو التهابات في جدار المعدة بسبب الأكل اللي بياكله. تمام. عاوزين نعرف مع بعض بس إيه هي أسباب الجاسترايتس، أو إيه هي أشهر أسباب الجاسترايتس. من أشهر أسباب الجاسترايتس الاسترس. ممكن الراجل ده أصلا يكون مش واكل أكل مسبك ولا واكل أي حاجة، بس اتعصب وزعل شوية، حصل له جاسترايتس. تاني سبب من أسباب الجاسترايتس اللي هي الأنالجيسك، المسكنات. حد مثلا لا قدر الله عامل حادثة وموصوف له حقن مسكن يمشي عليها لمدة أسبوعين 3 مثلا، ممكن تعمله شوية جاسترايتس. تمام. برضو السموكينج، لو حد هيفي سموكر بيدخن كتير ممكن يحصل له جاسترايتس بسبب السموكينج. السبايسي فود زي الأكل الحراق، المسبك، السمين، الكلام ده كله. تمام، دي أشهر أسباب الجاسترايتس. طبعا العيان جاي يقول لي إنه عنده حرقان عند فم المعدة. تمام. ممكن برضو يجيلك مع الحرقان ده يقولك يا دكتور أنا حاسس إن نفسي غمى عليا وعايز أرجع. تمام. ممكن برضو يقولك يا دكتور في تكريع كده، أو حاسس بإن الدنيا مش تمام بعد الأكل، مع الحرقان عند فم المعدة اللي هو الهارت بيرن. تمام. أنا بتعامل معاه عادي، بفحص بطنه كده، ألاقي الحرقان هنا عند فم المعدة. لو مريض ضغط بقيس له الضغط، اشوف الدنيا عامله ايه من ضمن الفيتالا، مش اللي هو مثلا لا انت جاي تكشف على الضغط او مثلا الشكوى لها علاقه بالضغط فانا بقيس الضغط عشان كده. بنقيس الضغط من ضمن الفيتالا. بس بنقيس الحراره من ضمن الفيتالا، ممكن ما نقيسهاش الصراحه، وانا ما بقيسهاش. هو جاي يشتكي من هارت بيرن، قيس له الحراره ليه؟ هو ما اشتكاش اصلا انه سخن، قيس له الحراره ليه؟ برضو الضغط مش في كل عيان بقيس له الضغط، لان هو اصلا ولا مريض ضغط ولا جاي يشتكي باي شكوى لها علاقه بالضغط، فانا اوقات ما بقيسلوش الضغط، اللي هو جاي بجاسترايتس او الم عند فم المعده هنا. تمام. بس فحصت بطنه كده، لقيت فيه حرقان عند فم المعده هنا. تمام. ده بالنسبه للفحص. طب هنطلب له تحليل ايه او هنعالج ازاي؟ دي غالبا جاسترايتس من غير تحاليل جاسترايتس. هي لو ريكارنت، يعني عيان ده بيجيله جاسترايتس على طول، ياكل يجيله جاسترايتس وياخد علاج ويجيله جاسترايتس وياخد العلاج والجاسترايتس ترجع معاه، يعني بياخد العلاج ويوقف العلاج والجاسترايتس ترجع معاه، فانا ممكن اعمل له اندوسكوبي، ابر جي اي تي اندوسكوبي، اعمل له منظار من فوق نشوف فيه ايه بالظبط، ممكن لا قدر الله داخل على بيبتيك ألسر، قرحة في المعدة. تمام. بنطلب له اتش بايلوري، تحليل جرثومة معدة، نطلبها له في البراز، بتكون أدق في الستول عن الدم. تمام. غالبا العيان بيكون عنده كرونيك جاسترايتس، كرونيك جاي هو يا دكتور أنا عندي ألم عند فم المعدة، مش اللي هو أكيوت جاي يا دكتور أنا بموت من الألم عند فم المعدة. لا، هو جاي يقولك يا دكتور أنا عندي شوية ألم عند فم المعدة، حاجة بسيطة، فدي كرونيك. لو عمل ابر جي اي دي اندوسكوبي، ابر جي اي تي اندوسكوبي، هيطلع انه عنده كرونيك جاسترايتس، التهاب معده مزمن. بنطلب له برضو اتش بايلوري، تحليل جرثومة معدة. بنسبة كبيرة بتلاقي برضو عنده التحليل ايجابي، بتلاقي عنده جرثومة معدة. العلاج بيكون ايه؟ الانستراكشن، تعليمات، بقول له ممنوع تاكل اي اكل مسبك او حراق او سمين، اللي هو السبايسي فود. الشاي والقهوة من ضمن الحاجات اللي بتزود الجاسترايتس. الانالجيسك، لو انت مضطر انك تاخد مسكن، خد المسكنات اللي ما بتتعبش المعدة، زي البنادول مثلا، زي اللي هي الانتي كوكس 2. الحاجات دي ما بتتعبش المعدة وما تأثرش على المعدة. ممنوع برضو من الستريس، حاول ما تدخلش في ستريس، ما تدخلش نفسك في ستريس، تبقى يعني ما تدخلش نفسك في ستريس. تقلل التدخين. بالنسبة للعلاج، لو جرثومة المعدة موجودة هنعالجها. تمام. العلاج في السوق اللي بيمشي لجرثومة المعدة هو اللي هو بيبتكير. بيبتكير ده تريبل ثيرابي، يعني في 3 انواع مع بعض، في الكلاريسترومايسين وفي بروتين بامب انهبيتور وفي مترونيدازول. في ال3 مع بعض كده، بيبتكير بياخدوا كل 12 ساعة لمدة 14 يوم.
بيبتيك كير وهيليكيور. العلاج ده كويس، ومعظم الناس ومعظم الدكاترة بيوصفوه دلوقتي للجاسترايتس. تمام كده. طب لو الاتش بايلوري نيجاتيف، مش هنديله علاج الاتش بايلوري، هنعالج الجاسترايتس. نديله مثلا البي بي اي، بروتين بامب انهبيتور، اللي هو البانتوبي او بانتوبرازول، قرص قبل الفطار بنص ساعة. تمام، بانتوبرازول 40 او بانتوبي 40، قرص قبل الفطار بنص ساعة. ممكن نمشيه على اللي هو المالوكس او ايبيكوجيل، الحاجات اللي هي البروتكتيف لجدار المعدة دي. معلقة بعد الأكل 3 مرات في اليوم. بس كده. دي كرونيك جاسترايتس، يعني بتروح وتيجي، تخف وتيجي، موجودة عنده بقالها فترة، مش ليه حاجة جات له فجأة دلوقتي وشديدة عنده.